ده اول مثال معانا النهارده. هنشوف ايه المبادئ اللي اتحققت في التصميم اللي موجود قدامنا النهارده. اهلا بكم في قناه فاست فريم. انا احمد عزازي ودي الحلقه الاولى من كورس التصميمات الرياضيه. قبل ما نتعلم التصميم الرياضي وقبل ما نتكلم على اي حاجه لازم نعرف ايه هي مبادئ التصميم عامه. ايه مبادئ التصميم بشكل عام؟ المبادئ دي هي اللي هتعرفنا ازاي ندخل مجال صح وازاي نشتغل على اسس صحيحه من البدايه، وازاي المبادئ والاسس دي بتشتغل على علم النفس البصري. احنا النهارده مش هنشرح كل مبادئ التصميم، ولكن هنشرح اهم مبادئ التصميم اللي هنقدر نستخدمها في التصميمات الرياضيه ولا هنقدر نستخدمها في التصميمات بشكل عام. مبادئ التصميم كثيره ممكن تدور عليها وهتلاقي شروحات كثيره ليها، لكن النهارده هنشرح اهم مبادئ التصميم. مبادئ التصميم اللي هنتكلم عليها النهارده، اول حاجه هنبتدي بالتوازن او البالانس، البروكسيميتي او التقارب، السيميلاريتي التشابه، الكونتراست التباين، الهيراكي ده التسلسل البصري، الاينمنت ودي المحاذاه، والوايت سبيس او النيجاتيف سبيس هو الفراغ الابيض او الفراغ السلبي. دي هي المبادئ اللي هنتكلم عليها النهارده. واول مبدا هنتكلم عليه النهارده هو التوازن او البالانس. اوقات كتير لما بنيجي نشوف تصميم او بنعمل تغذيه بصريه بتلاقي في تصميم عينك مرتاحه وانت بتتفرج عليه، في تصميم تاني وانت شايفه حاسس ان عينك مش مرتاحه بس انت مش عارف الغلط او المشكله فين. عامه التوازن ده هو اللي بيعمل لك اريحيه وانت بتتفرج على التصميم او انت بتشوف التصميم. وعندنا نوعين من التوازن، عندنا توازن متطابق او متشابه وتوازن غير متطابق. البالانس او التوازن المتطابق بيبقى التصميم مقسوم نصين، النصين متساويين او متشابهين. اما اللي غير متطابق بيبقى فيه اختلاف في التصميم لكن موزون، يعني النص الاول بيبقى مختلف عن النص الثاني لكن الاثنين موزونين. ولو جينا اول مثال معانا النهارده وعملت خط في نص التصميم هتلاقي ان نص التصميم اليمين متوازن مع نص التصميم الشمال والاثنين يعتبر متشابهين. اما التصميم الثاني لو جينا عملنا خط في المنتصف هتلاقي ان التصميم موزون لكن غير متطابق غير متشابه. هنا عندنا الكتل اللي هي صور اللعيبه واللي بيوزنها فوق اللي هو الكلاسيكو واللوجوهات بتاعه الانديه والتوقيت بتاع الماتش. طبعا الكتلتين متوازنين لكن غير متشابهين. التصميم الثالث برضو لو عملنا خط في النص هتلاقي ان التصميم متوازن والنص اليمين متوازن مع النص الشمال، وده توازن يعتبر متطابق. وبكده نكون عرفنا اول مبدا معانا النهارده من مبادئ التصميم وهو التوازن. لازم يبقى فيه توازن في التصميم. والمبدا الثاني اللي هنتكلم عليه النهارده وهو البروكسيميتي او التقارب. ايه التقارب والعين بتجراها ازاي؟ التقارب يعني الاشكال القريبه مع بعض في التصميم، زي مجموعه الدوائر دي قريبه من بعض، ومجموعه المربعات دي قريبه من بعض، ومجموعه المثلثات قريبه من بعض. فالمخ بيجرى ان دي مجموعه مرتبطه ببعض، ودي مجموعه ثانيه مرتبطه ببعض، ودي مجموعه ثالثه مرتبطه ببعض. فمبدا التقارب بيخلي المخ يعرف ان المجموعه دي مجموعه مترابطه مع بعضها او دي معلومه مع بعضها. لو جينا بصينا على مثال عملي في التصميمات الرياضيه فهتلاقي مثلا ان بيانات الماتش محطوطه متقاربه من بعضها عشان المخ يجراها ان هي مجموعه واحده او ان هي مرتبطه ببعض. ولو جينا للمثال الثاني برضه هنلاقي ان المصمم عمل نفس الموضوع، بيانات الماتش محطوطه قريبه من بعض عشان خاطر المخ يجراها ان هي مجموعه مع بعضها. عشان كده مبدا التقارب مهم جدا في التصميم، سواء في التصميمات الرياضيه او في تصميمات الاعلانات السوشيال ميديا. فمبدا التقارب بيخلي المخ يجرى الشيء او المجموعه متقاربه من بعض كمجموعه واحده. والمبدا الثالث اللي هنتكلم عليه النهارده وهو السيميلاريتي او التشابه. والتشابه ده بيكون سواء في الاشكال او في الالوان. اهميه المبدا ده ان برضه بيخلي المخ يجرى ان مجموعه الحاجات اللي هي بلون واحد ومتقاربه مع بعضيها وبنفس الشكل مثلا دي مجموعه مترابطه. وبيتحقق التشابه ده زي ما قلنا سواء من اللون او من الشكل. فبناء عليه برضو المخ البشري بيجراه ان المجموعه دي مترابطه مع بعضها. طب ده بنستخدمه ازاي في التصميمات الرياضيه؟ بنستخدمه مثلا في لوجوهات الانديه. خلاص احنا طالما هنستخدم مثلا لوجوهات الانديه في التصميم بتاعنا بلون واحد بس مثلا اللي هو وايت، فاحنا بنستخدم اللوجو بتاع الاثنين انديه اللي عندنا في التصميم بنفس اللون، وطبعا بيبقوا متقاربين مع بعض وبنفس الحجم.
وسواء مثلا هنعمل شيب تحت اللوجو ده، سواء الشيب ده مربع او دائري، بيبقوا الاثنين متشابهين. ما ينفعش اعمل واحد كده وواحد كده عشان المخ البشري او عشان المخ يجراه ان هو له علاقه ببعض او مترابط ببعضه. والمبدا الرابع اللي هنتكلم عليه النهارده وهو الكونتراست او التباين. التباين ده برضه بيتحقق معانا باكتر من شكل، سواء الكونتراست بالالوان او بالاشكال او حتى باللون. ومبدا التباين مهم جدا طبعا في التصميمات الرياضيه عشان تبرز العنصر الرئيسي او الاساسي معاك في التصميم. هتبرزه سواء باختلاف او كونتراست في الالوان او كونتراست في الاشكال او كونتراست في الاحجام. فمبدا التباين من اهم المبادئ اللي احنا بنركز عليها واحنا بنشتغل عشان تقدر تبرز بيها العنصر المهم عندك في التصميم. اما المبدا الخامس اللي هنتكلم عليه النهارده هو الهيراركي او التسلسل البصري. لما تيجي تشتغل تصميم لازم تخلي عين المشاهد تمشي معاك في التصميم من الشيء الاكثر اهميه الى الاقل اهميه. والتسلسل البصري ده بنحققه في التصميم ان احنا بنخلي العنصر الرئيسي او الاكثر اهميه عندنا هو اللي انفوكس او العين تروح له هو في الاول، سواء بقى بحجمه او نعمل كونتراست بينه وبين الخلفيه باكتر من شكل عشان يبقى هو العنصر البارز في التصميم. وبعد كده خلي العين تتنقل معايا من العنصر ده الاكثر اهميه الى العنصر الاقل اهميه ثم الى العنصر الاقل اهميه. وبكده اكون حققت مبدا التسلسل البصري او الهيراركي. لازم اخلي فيه تسلسل بصري في التصميم من الاكثر اهميه الى الاقل اهميه. والمبدا السادس اللي هنتكلم عنه النهارده وهو الالاينمنت او المحاذاه. لما تشتغل على تصميم لازم تحط قيادات لنفسك عشان تبقى العناصر اللي موجوده عندك في التصميم كلها على نفس المحاذاه، وده بيعمل اريحيه للعين او بيخلي اللي بيشوف التصميم بتاعك عينه مرتاحه في التصميم. وعندنا 3 اشكال من الالاينمنت او المحاذاه. اول نوع معانا هو المحاذاه ناحيه اليسار او من المنتصف او ناحيه اليمين. فمبدا المحاذاه مع بقيه المبادئ اللي احنا اتكلمنا عليها كل ده بيعمل اريحيه للعين وهي بتتفرج على التصميم بتاعها. واخر حاجه نتكلم عليها النهارده الوايت سبيس او النيجاتيف سبيس اللي هو الفراغ. او عامه احنا نتكلم مثلا عن الكتل والفراغ عشان نبقى لمينا الموضوع بحاجه بسيطه. ولازم تتفرج على الفيديو للنهايه عشان الفيديو ده هيفيدك في اللي جاي. الوايت سبيس او النيجاتيف سبيس هو الفراغ الموجود في التصميم. الفراغ مش حاجه وحشه في التصميم، الفراغ بيدي روح للتصميم بتاعك، بيخلي التصميم بتاعك يتنفس. لازم نطبق الفراغ بالشكل الصحيح عشان نستفاد منه. والفراغ اللي في التصميم بيخلي العين مرتاحه وهي شايفه الكتل او العناصر الموجوده معاك في التصميم بتاعك، فده بيدي اريحيه للعين عامه. وبيبرز العنصر الاساسي او الرئيسي معاك في التصميم. لما يكون كل اللي حواليه الفراغ ده معمول بشكل ايجابي فده بيبرز العنصر الرئيسي اللي موجود عندك في التصميم. كده النهارده احنا نكون اتكلمنا سريعا وشرح مبسط عن 7 من مبادئ التصميم عامه بشكل عام. المبادئ دي هتفيدك في شغلك اللي جاي وهتفيدك في الشغل العملي، وهتخليك لما تتفرج على تصميم او لما تعمل تغذيه بصريه وتتفرج على تصميمات كتير هتعرف تحلل التصميمات دي، مش مجرد ان انت بتتفرج على اشكال وخلاص. ولو جينا بصينا على بعض الامثله من التصميمات عشان نبقى برضو لمينا كل الموضوع وفي وقت قصير. ده اول مثال معانا النهارده. هنشوف ايه المبادئ اللي اتحققت في التصميم اللي موجود قدامنا النهارده. اولا هنلاقي ان التصميم موزون من ناحيه الكتل، النص اليمين مساوي للنص الشمال او متوازن مع النص الشمال، ومحقق مبدا البروكسيميتي او التقارب والسيميلاريتي او التشابه. لو بصينا في الجزء اللي هو فيه بيانات الماتش فهو محقق المبدئين دول. ولو شفنا المثال الثاني هنلاقي برضو ان التصميم موزون وكمان محقق عندنا كونتراست بين الخلفيه وبين اللعيبه، ومحقق مبدا البروكسيميتي او التقارب في بيانات الماتش. المثال الثالث معانا النهارده برضو هتلاقي ان هو محقق برضو مبادئ التصميم من البالانس التوازن والبروكسيميتي او التقارب. والمثال الاخير معانا النهارده هتلاقي ان المصمم محقق مبادئ التصميم في التصميم بتاعه من تباين ومن توازن ومن تشابه وتقارب للعناصر. فبكده انت بتتفرج على التصميم بتحس ان عينك مرتاحه اساسا وانت شايف التصميم. ولحد هنا نكون خلصنا اول حلقه من كورس التصميمات الرياضيه.
الحلقة بتاعت النهاردة نظري، لكن الحلقة مهمة وكان لازم نبدأ بيها، ولازم نعرف ايه هي مبادئ التصميم الأساسية، عشان واحنا شغالين عملي بعد كده هنلجأ لكل المبادئ دي، ولازم نحقق المبادئ دي في التصميمات اللي احنا هنشتغلها واحنا هننفذها. المرة الجاية ان شاء الله، او الحلقة اللي جاية ان شاء الله، هنبتدي نفتح فوتوشوب مع بعض، ونفتح الورك سبيس بتاعنا، ونظبط الجايدات بتاعتنا. ولحد هنا نكون خلصنا. سلام.